السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في يوميات سوبر هاجر. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ النهاردة مش هنعمل حاجة، النهاردة رايحين البلد. قمنا الصبح كده لقيت جوزي بيقول لي كنا النهاردة الجمعة، فلقيته بيقول لي يلا احنا عايزين نروح البلد النهاردة. قلت له خلاص ماشي تمام. هقوم بقى انا اروق كده اللي ورايا، لان طبعا ما ينفعش امشي وحوضي فيه معلقة. انا متعوده كده، اجي رايحه البلد، اجي رايحه مشوار، لازم الحوض بتاعي بالذات لو هسيبه كام ساعه. ما ينفعش لو مثلا همشي هتاخر ساعه ساعتين، اهم حاجه ان انا امشي وشقتي نظيفه زي الفل، الحوض بتاعي ما يكونش فيه معلقه. قمت بقى قبل ما الولاد يصحوا روقت المطبخ بتاعي وغسلت مواعيني ومسكت المطبخ بتاع البوتاجاز، خليته برضو زي الفل بيلمع اهو. اهم حاجه ان انا ما اسيبش خالص اي حاجه في المطبخ، بالذات المطبخ. هنا عملت للولاد كيوي عشان طبعا هو مش هيقوموا يفطروا، واكيد مش هركبهم على العربيه من غير ما ياكلوا اي حاجه، فعملت لهم قطعت لهم كيوي. هو مفيد طبعا للولاد وللكبار، يعني بدي مناعه حلوه، يعني بيعمل مناعه كويسه. خلاص هنا انا خلصت المطبخ وبقى زي الفل اهو. هروح بقى على الاوضه بتاعت الولاد اللي كان صحى قدومه. ورتبت له سريره، اول ما صحى كده رتبت له سريره، وانا بخرج الهدوم اللي هياخدوها يلبسوها. وهنا الاستاذ عبد الرحمن قام، فعما يخش التويلت يكون انا روقت السرير بتاعه برضو. عايزين ننجز كده عشان هو يوم واحد مش هنطول يعني، نبقى في الانجاز. خدت لهم كل واحد غيار، وخدت الهياكيل دي كل واحد هيكول، بحيث لو لقيت الجو مغير ولا حاجة يبقى معايا الهيكول بتاعهم البسهم جوه. ورتبت الشنطة بتاعتي اللي هاخدها، حطيت فيها اللبس، وكان قدم واقف جنبي. خلاص كده احنا اتحركنا من شقتنا، وجبنا لب طبعا واحنا رايحين على منصة الشارع بتاعنا بمقلة لب، فلازم بناخد واحنا رايحين. ركبنا التوك توك بقى وهنروح على الموقف الجديد. انا قلت اخدكوا جولة معايا كده وانا رايحة اقضي اليوم هناك. رحنا هنا الموقف الجديد، ركبنا منه. بنخش نركب ميكروباص او اي عربية، يعني نخش بنروح جمصة ونركب وننزل على الطريق. ركبنا بقى الميكروباص، وخدنا الكرسي اللي ورا السواق، بناخده دايما يعني عشان نبقى قاعدين براحتنا وكده. خرجنا بقى من الموقف تاني اهو، هنمشي بقى على الطريق. بحب بقى وانا طول الطريق كده بحب اتفرج على الخضرة والزرع الجميل ده، بيبقى شكله جميل جدا. اتفرجوا معايا كده، بجد شكل الارياف وريحة الارياف نفسها شكلها حلو قوي. السما هنا حسينا الجو كان حلو، يعني احنا اللي خلانا روحنا ان الجو صباحنا الصبح لقيناه حلو، واحنا في الطريق يعني هي ما شاء الله فضلت حلوة. لبسنا وخلصنا ونزلنا وركبنا الميكروباص. يا دوب ركبنا الميكروباص ولقيناها بتنقط حاجات بسيطة كده، بس نوعا ما الجو حلو. خلاص احنا نزلنا على الطريق بقى، وبنركب توك توك من على الطريق لحد البيت. دي البلد اللي قبلنا. اتفرجوا معايا بقى على الارياف وحلاوة الارياف بقى وجمال الارياف والريحة الحلوة بتاعتهم، ما شاء الله. شايفين الخضرة، ربنا يبارك يا رب، ما شاء الله. بجد بحب اتفرج على الحاجات دي جدا، وببقى سعيدة جدا وانا رايحة، بجد بيبقى يعني يوم جميل جدا. فقلت اخدكم معايا النهاردة، يا رب اكون خفيفة عليكم كده وتقضوا اليوم معايا. شايفين ما شاء الله الزرع الاخضر ده مفيش احسن منه. وهنا قدمه بقول لكم حطوا لايك، عمال كل ما يلاقيني افتح الكاميرا يقول لي انا هعمل لهم ايه، واقول لهم حطوا لايك. خلاص كده احنا كده وصلنا البيت عند ابويا. كان الجو بدأ هناك يشتي حاجات بسيطة كده، بادئين شايفين الارض مبلبلة حاجات بسيطة، بس ايا كان قدام بيتهم هناك بتلاقي الجو حلو، مش بيبقى عكة وكده زي البلد. شايفين ما شاء الله الشمس طلعت وبقت حلوة.
رحنا بقى لقينا والدتي عامله لنا الغدا ومجهزاه. كانوا صلوا بقى وطلعوا من الصلاة، لقيتها عاملة الغدا ومجهزاه ما شاء الله، سمك مقلي ومشوي وسلطة بقى ورز صيادية ما شاء الله. شايفين اهو قدموا